هلا والله معكم داي. هذا الاسبوع هو أسوأ اسبوع لمستر بيست بالكامل حرفيا، بداية بفضيحة اخوه اللي غير العدة كاملة، والاشاعات بتقول انه مستر بيست كان متورط معاه حتى، والان حرفيا في اتهام بمقطع طوله ساعة كاملة على اليوتيوب، ساعة كاملة من الاتهامات تجاه مستر بيست، والموضوع جدا كبير لدرجة انه حتى مستر بيست رفع قضية على الشخص اللي مسوي هذا المقطع. والاتهامات هي كالآتي: واحد من الاتهامات كان انه بروج للقمار للاطفال، وانه كان نصاب، وانه كل الجيف اوي والتحديات اللي كان يسويها كانت كذب. فاهمين كيف؟ واكون صريح معاكم، اكثر شيء زعجني ورفع ضغطي كان انه سحوباته كذب، يعني كل الايفونات والسيارات والبلاي ستيشن اللي شاركت فيها طلعت كذب يا جماعه الخير. يمكن تحكوا لي انه الشخص اللي نزل عليه فضيحه ما كان عنده سالفه وانه كان كذاب كبير، بس بصراحه والله انه جايب ادله، ومن شده قوه الادله الموجوده حتى مستر بيست رفع قضيه على الرجال لهي الدرجه. اكون معاكم صريح، لو كانت كل هاي الادله صحيحه وفعلا مستر بيست نصاب، فحرفيا راح يتغير اسمه بالنسبه لي لمستر كيس. فاهمين كيف؟ حرفيا بكون كيس للعالم باكمله، اكثر من 300 مليون على اغلب مقاطعه فقط على المشاهدات اللي عم نحكي، غير مشاهدات القناه العامه بالكامل. فتخيلوا ما اكبر الكيس اللي سواه على الكوكب لو كان نصاب. وطبعا شخص عنده ادله وكل هاي المعلومات عن مستر بيس ما بيكون شخص عادي، لانه حرفيا الشخص بيعرف وعنده ادله مثل هاد لازم يكون شغال مع مستر بيس. وبالفعل طلع وحكى انه هو كان مشتغل مع مستر بيس، وانه مستر بيس طرده وهو كان حاقد عليه، ومشان هيك قرر انه يفضحه. حرفيا قرر انه يفضح مستر بيس. والله دائما يا جماعه الخير شكله حقد حقد الكلاب على مستر بيس، واضح انه حاقد ساح. المهم راح نبدا نحكي عن الادله، وبعدها لكم حريه التعبير في التعليقات اذا كان فعلا مستر بيس نصاب ولا هذا الشخص بس عم بدور الزله عن مستر بيس. طيب هذا الشخص بالبدايه كان جايب دلائل واشياء غبيه ما راح نحكي عنها بهذا المقطع، لانه حرفيا راح نحكي بس عن الاشياء الدسمه. وواحد من الادله الغبيه اللي كان عم بيحكي عنها هذا الشخص زي انه مستر بيس بيستخدم مؤثرات صوتيه والسي جي اي واشياء ثانيه. هذا الشيء كان واضح، يعني حتى الاطفال اللي بتتابع مستر بيس راح تعرف انه هاي الاشياء صحيحه 100%، ما بيحتاج انك تطلع وتحكي عنها. وبعدين بيني وبينكم هذا الشيء بيعطي جماليه للمقطع اكثر، فشيء عادي يعني ما اشوفه هذاك الاتهام الكبير. وطبعا طلع وحكى اشياء ثانيه غبيه ما راح احكي عنها بهذا المقطع. مشان هيك خلينا نبدا بالدليل الاول. الدليل الاول اللي هذا الشخص كان جايبه هو انه في شخص اسمه ماك، والله ما عم بمزح، اسمه ماك على اختصار اسم ماكدونالدز. انا حرفيا لو كنت مكانه اول شيء كنت راح اسويه هو كنت راح ارفع قضيه على هدول الكلاب. ليش يستخدموا اسمي بدون اذن؟ ليش لازم يستأذنوني بالاول؟ ولاد الكلب. لا تنسون المقاطعه يا اخوان، والدعاء لاهلنا فلسطين. المهم ماك هذا كان طالع بثلاث مقاطع لمستر بيس، وكل مقطع كان يخسر والجمهور كان متعاطف معاه، وفي اخر مقطع طلع فيه فاز بمليون دولار ولا هيك شيء. والاتهام كان انه مستر بيس كان حرفيا متفق مع ماك، وانه ماك هذا ما كان شخص عشوائي نفس ما مستر بيس كان عم يدعي. ومو بس هيك، حتى انه اتهم مستر بيس وكان يقول انه ماك كان شغال فريق التعديل تبع مستر بيس. طبعا هذا دليل قوي جدا على تزوير المحتوى، وما كان هذا الدليل الوحيد على انه مقاطع مستر بيس مزوره. لا 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 يا حبيبي، كان في مقطع تاني اسمه النجاة 7 ايام في البحر او شيء زي هيك. المقطع كان عباره عن انه يحاولوا يعيشوا على خشبه عليها المستلزمات اليوميه، تمام، عليها لوت يعني، ولازم يحاولوا انه يبنوا مسكن او ما بعرف ايش على هاي الخشبه خلال ال7 ايام. المهم الاتهام كان بيحكي انه كل الناس اللي مشاركه بالمقطع واللي كانت موجوده كانوا حرفيا عم بيناموا بيخت خلف الكواليس، لانه الاسره اللي وراهن واللي كانت موجوده وطالعه بالمقطع كانت فاضيه حرفيا، كانوا عم بيناموا بيخت 70 نجمه حرفيا. وهذا الاتهام بصراحه قوي، وخصوصا من شخص كان شغال معاهن يعني. مو بس هيك، حتى انه في اتهام كان بيحكي انه مستر بيس كان يخلي اصحابه واقاربه اللي بيعرفه بس هي اللي تشارك بالمقاطع تبعونه، وكان يحاول يدير المقطع بحيث انه واحد من معارفه هو اللي يفوز بالجائزه. مثلا في مقطع كان اسمه 100 ولد ضد 100 بنت، كان في موجود شخصيات من الناس اللي بتشتغل معاه حرفيا من طاقم الاعداد والمعدلين وناس تانية حرفيا شغاله مع مستر بيس. والمصيبه الاكبر انه حتى حبيبه مستر بيس كانت مشاركه بالمقطع. يا ساتر، الاتهام قوي عشان اكون معاكم صريح، وفي ادله على الموضوع، فممكن يكون صحيح، انا ماني عارف، نتمنى انه ما يكون صحيح، بس ممكن انه يكون صحيح، وارد جدا، خصوصا انه حبيبته كانت موجوده بالمقطع، والاشخاص اللي شغالين مع مستر بيس وكانوا موجودين بالمقطع حرفيا في عليهم دلائل انه هدول هم الاشخاص اللي شغالين معاه. وطبعا الاتهام اللي بعده يا اخوان انه مستر بيس كان يسوي سحوبات غير قانونيه للاطفال. حرفيا على سبيل المثال مستر بيس سوى بث مباشر، وكان خلال البث بيحكي
انه اي شخص بيشتري قميصه راح يكون موقع منه ومن اصحابه. وخلال البث كان كل شوي بيحكي اشياء مثل اللي بيشترك راح يربح معي ايفون، واللي بيشترك خلال 20 ثانيه بيربح معي ايفون، وبعدها كان يحاول ينسي المتابعين ويمرمغ الموضوع يعني بشكل عام. والمشكله انه الاطفال بتصدق اي شيء مستر بيست بيحكيه. يعني لو مستر بيست طلع وحكى والله راح تربح ايفون لو اشتركت، الناس راح تشترك. يمكن يكون هذا ما له دليل، يعني عادي ممكن مستر بيست يوزع الهدايا بعد البث المباشر. لكن الصدمه الكبرى خلال البث لما صديق مستر بيست كان عم بيوقع توقيع مستر بيست، وبعد ما عرف انه الكاميرا عم تشوفه ولقطه الشيء اللي هو سواه حاول يغطي عليها ودفش هيك القميص على الماشي، يعني انه خلص شيل القميص شيل الدليل. وفي ناس رح تقول لي عادي، وين المشكله اذا رفيقه هو اللي وقع عنه؟ رح اقول لك يا حبيبي لا مو عادي. تخيلوا معي تروح تشتري قميص على اساس عليه توقيع كانتي مع نيجا حرفيا، وتتفاجئ انه على التوقيع هو فعلا توقيع كانتي لكن مو كانتي اللي موقعه. فهذا الموضوع بصير نصب بحت. يعني انت شاري قميص لشخص هو اللي موقع عليه، وفجاه تتفاجئ انه شخص ثاني هو اللي موقع عليه، مو نفس الشخص اللي انت اشتريت قميصه. يعني حرفيا كان ممكن يشتري قميص مستر بيس ويوقع هو عليه بنفسه بتوقيع مستر بيس. والله صراحه دليل قوي. والمشكله انه الكاميرا حرفيا لقطت الشيء اللي عم بيسويه صاحب مستر بيس. المهم نروح للدليل قبل الاخير والدليل الاقوى، واللي هو انه الشوكولاته اللي ازعجنا فيها مستر بيس انه كانت صحيه، طلعت ما هي صحيه. عشان اكون معاكم واضح، في البدايه كانت المكونات فعلا صحيه وكانت الشوكولاته صحيه، بس بعد سنه تغيرت المكونات حرفيا، والناس كانت لساتها عم تشتري بدون ما تطلع، لانه حرفيا مستر بيس عم بيروج له وعم بيحكي انه هاي الشوكولاته صحيه، فالناس واثقه بمستر بيس خلاص. وضمن تغيير المكونات كان اضافه 30 جرام من السكر. يا ظالم 30 جرام من السكر وبتحكي انها صحيه؟ وطبعا الناس كانت بتصدق انها صحيه، لانه شخص مثل مستر بيس حتى لو قبل سنه كامله حكى انه هاي الشوكولاته صحيه، الناس رح تشتريها بدون ما تطلع. وطبعا في اتهام اكبر، واللي هو انه كان مستر بيس يعرف بالاشياء اللي صديقه كان يسويها بالاطفال، لكن كان مستر بيس يتستر عليه، وكان حتى مشارك معاه. تخيلوا يعني في ناس عم تتهم مستر بيس انه كان مشارك معاه بالاشياء القذره اللي كان صديقه يسويها. لكن حكيت عن هذا الاتهام بالمقطع اللي فات، ولو ما شفت المقطع اللي فات راح احط لك الرابط تحت بالوصف، روح شيك عليه. حكيت فيه بالكامل عن قصه صديق مستر بيست والاشياء اللي سواها القذره حرفيا، فلو ما شفت المقطع روح شوف. المهم بعد كل هاي الاتهامات راح اعطيكم رايي، وانتم كمان يعني اعطوني رايكم بالتعليقات. اليوتيوبر العريق جدا داي راح يعطيكم رايه، واللي هو انه ابو فله هو افضل يوتيوبر في العالم حرفيا. على الاقل ابو فله صادق بالاشياء والسحوبات اللي كان يسويها، او يعني اتمنى انه يكون صادق. مشان هيك راح اعلن من الان لن اشارك في اي سحوبات موجوده على الانترنت، سواء سحوبات ابو فله. ليتس جو مان. حرفيا الدين زينه العقل. لما تسمع هذا الشيء يعني يوم مع يوم عم بتاكد لي انه حرفيا هذا الشيء صحيح. على العموم هذا كان مقطعنا اليوم. بتمنى لو المقطع عجبك تنزل تحت تضغط لايك، تشترك في القناه لو ما كنت مشترك، وطبعا في عرض لكم لو حابين انكم تروحوا على الانستغرام وتتابعوني وتنزلوا المقطع او تشاركوا المقطع عندكم على الستوري، فراح اخذ الستوري تبعكم واحطه عندي على الستوري. فيعني باختصار راح انشر حسابكم عندي على الستوري لو شاركت هذا المقطع عندك بستوري الانستغرام. فرابط الانستغرام راح تلاقوه تحت بالوصف، ولا تنسوا تكتبوا التعليق جميل مثلكم وتفعلوا جرس التنبيهات، لانه حرفيا في كتير ناس ما عم بيوصل اشعار لما انا انزل مقطع، وهذا الشيء جدا مهم عشان تشوف المقطع على بكير اول ما ينزل. وبس والله شكرا انك وصلت لهي اللحظه وتابعت هذا المقطع بالكامل، وفي مقطع راح ينزلكم بعد يومين ان شاء الله، فترقبوا وفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم داي وبيس. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.